بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا يا رب. طلاب الصف الثاني الثانوي، يلا يا شباب نحل مع بعض الواجب بتاع الدرس الثاني في الديناميكا، الحركة منتظمة التغير في خط مستقيم. يلا بسم الله. بيقول لك 180 متر على الساعة على الثانية بتساوي نقط سنتيمتر على الثانية تربيع. طب خلي بالك بقى عشان ما تلخبطش فيها. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك 180 متر، حلو، على اهو، على ساعة، على كمان ثانية. شوف انا جبتها لك ازاي؟ على ساعة على ثانية، يعني في اتنين مقام تحت وهنا في واحد، على واحد ساعة واحد ثانية. بيقول لك بتساوي نقط، شرط الكسر التانية اهي، سنتيمتر فوق وتحت ثانية تربيع، اللي انا ممكن افكها لك ثانية على ثانية، صح؟ مية مية. يلا نحول بقى من متر لسنتيمتر، نضرب في كام؟ في 100، يبقى فوق 100. بحول البسط للبسط والمقام للمقام، فدي 180 متر للسنتيمتر، فهضرب في كام؟ هضرب في 100، صح كده؟ طيب واحد ساعة، عشان احولها لواحد ثانية اضرب في 60 في 60، ادي واحد في 60 في 60. طب وهنا ثانية وهنا ثانية، خلاص هتحول ايه بقى؟ اضرب ديت بس، يبقى 180 في 100 على واحد في 60 في 60. احسب بالآلة بتاعتك، الناتج هيطلع بإذن الله 5 سنتيمتر على الثانية تربيع. السؤال اللي بعده هتتخدع فيه ده، خد بالك سؤال يخدع. بيقول لك عند بدء حركة الجسيم فإن، على فكرة أي جسم في الدنيا لما أبدأ الحركة مش السرعة الابتدائية بصفر، والله ده الزمن هو اللي هيكون بصفر. ليه بقى؟ هو أنا كل المسائل بقول لك إن العين الابتدائية بصفر؟ هل في كل المسائل العين الابتدائية بصفر؟ ممكن أملك في مرة عين الابتدائية بخمسة، عين الابتدائية بسبعة، عين الابتدائية بصفر. فمش في بدء الحركة دايما الزمن بيكون بصفر، لأن أنا ممكن أقذف جسم ليه سرعة ابتدائية عادي. يعني ممكن أمسك كورة أقذفها فتكتسب سرعتي الابتدائية معاها. يعني مش في كل مرة عند بداية الحركة الجسم يعني الابتدائية بصفر، لا. طب امتى؟ لو انا قلت لك كده عند اذا ابتدأ الجسم الحركة من السكون، قول لي عين ابتدائية بصفر. ممكن اقول لك اذا بدأ الجسم الحركة عندما كانت عين صفر بسبعة. فمش في كل مرة العين صفر دايما تبقى بصفر، لا. لكن في جميع الحالات قبل ما ابدأ اي حاجة الزمن بتاعي بيكون صفر. في جميع الحالات لما ابدا اي حاجه الزمن بتاعي بيكون صفر. خلي بالك من ديت عشان هتخدعك. عند بدء الحركه لجسيم فان الزمن بيساوي صفر. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ السؤال اللي بعده بقى بيقول لك اذا تحرك جسيم بسرعه منتظمه. لا انت عارفها، لو السرعه منتظمه يبقى العجله طبعا بيساوي صفر، فقلنا بيقول لك فان ج يعني العجله، يبقى العجله بتساوي الصفر. حتى لما كنا بنقول السرعه المنتظمه معناها ان الراجل ما بيغيرش السرعات بتاعته، وطالما ما بيغيرش السرعات يبقى مفيش عجله. كنت بتفتكر المثلث ده هنا ف وهنا عين وهنا نون، طالما قال سرعه ايه؟ طالما قال سرعه منتظمه. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا تحرك قوسين في خط مستقيم، إذا تحرك قوسين في خط مستقيم ثم عاد الموضوع الابتدائي، لا ساعتها الإزاحة هتبقى بتساوي صفر. الإزاحة بتساوي صفر، ما هو راح ورجع لنفس النقطة اللي ابتدى منها، يبقى الإزاحة بتساوي صفر. في دي اسمها الإزاحة، وفي القوانين برضو اسمها الإزاحة. والإزاحة كمية متجهة ممكن تطلع موجب أو سالب أو صفر. السؤال اللي بعده عندما يصل الجسم إلى أقصى بعد أو أقصى ارتفاع. ما بص كده، ما لو عندنا كرة مثلا، سألتها الأقصى ارتفاع، هتقف ثواني لحظة فوق وتقوم نازلة، صح؟ حد عارف سرعتها النهائية بكم؟ بصفر. ما هي هتقف فوق ثانية ما نقدرش نلاحظها وتقوم نازلة تاني. يبقى عندما يصل الجسم إلى أقصى ارتفاع أو أقصى بعد السرعة النهائية بصفر، ويبدأ بقى ينزل واحدة واحدة واحدة. وهنعرفها برضو في درس المقذوفات والحركة الرأسية. السؤال اللي بعده بيقول لك القياس الجبري لعجلة الجسم المتحرك يمكن حسابها بيانيا بواسطة، بص كده، ميل منحنى السرعة الزمن. هو ايه تعريف العجلة؟ معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن، يبقى هو ميل منحنى السرعة الزمن. طب الإزاحة الزمن؟ لا. طب المساحة تحت منحنى السرعة الزمن؟ دي مش عليك لسه، دي معناها القياس الجبري للإزاحة، مش عليك دي لسه خالص المساحات دي. يبقى القياس الجبري لعجلة جسيم المتحرك بنحسبها بميل منحنى السرعة الزمن، لأنها معدل تغير، ومعدل التغير يعني ميل المماس، فاكر؟ التفاضل. السؤال اللي بعده
بيقول لك إذا كان منحنى السرعة يمثل بقطعة مستقيمة أفقية فإن العلاقة بين السرعة والزمن. بص يا باشا، لو عندي الخط بتاعي اهوت أو المنحنى بتاعي، هو قال لك بين إيه وبين إيه بقى؟ بين السرعة والزمن. يعني هنا السرعة وهنا عند حضرتك الزمن، مثلناه بقطعة مستقيمة أفقية. حاضر، القطعة المستقيمة الأفقية أهي. جاوب بقى، جاوب بقى. معناها هنا إن السرعة منتظمة. يعني مثلا لو هنا 5، عند الثانية الأولى 5، عند الثانية التانية 5، عند الثانية التالتة 5، ولو السرعة منتظمة يبقى العجلة بتساوي صفر، وأنا قايل لك عليها كتير. لو السرعة منتظمة خلاص، ما هو بيغيرش سرعات الراجل، هي ماشي مسافات متساوية في أزمنة متساوية، ولا بيهدي كل شوية لا، هو ماشي على طول حاجة ثابتة. يبقى لو السرعة منتظمة تاني يبقى العجلة بتساوي صفر. السؤال اللي بعده، تعال نجيب القلم الأحمر. يلا، بيقول لك تتحرك سيارة في خط مستقيم مبتدئة من السكون. خلاص، يبقى العين صفر بتساوي صفر. ايه تاني؟ نكمل. بعجلة منتظمة 25 في نفس اتجاهها. الحمد لله، يبقى العجلة موجبة. يبقى الجيم بتساوي 25 سنتيمتر على الثانية تربيع. حلو. خلي بالك من الوحدات بقى في الديناميك. فإن سرعة السيارة، يعني عين النهائية علامة استفهام، بعد ربع دقيقة. يعني لا، أنت شغال لي ثانية وتقول لي دقيقة، هيبقى ربع في من دقيقة الثانية بضرب في كام يا باشا؟ بضرب في 60، تدينا 15 ثانية. طب يلا، أنت عايز تشتغل بقى على إيه؟ انت عندك الثلاث قوانين: عين بتساوي عين صفر زائد ج نون، وفي بتساوي عين صفر نون زائد نص ج نون تربيع، عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. طب استخدم انهي واحد الاول؟ تعال نجرب كده. عين بتساوي عين صفر زائد الجيم نون، انت لازم تكون عارفهم. عين النهائيه انا عارفها، عين صفر بصفر زائد الجيم 25 في نون اللي هي بكام بقى؟ ب 15. هتحسب على الآلة هتطلع 375 سنتيمتر على الثانية. بص يا كابتن على الاختيارات، فين 375 سنتي؟ اولا دي غلط، دي 3 ب75 من 100، فدي ما ينفعش. بيقول لك سالب، هي ما طلعتش سالب، طلعت موجب. طب تعال نحول يلا المتر على الثانيه ونشوف. من سنتيمتر على الثانيه او من سنتي لمتر بقسم على كام يا واد؟ بقسم على 100. من سنتي لمتر بقسم على 100، اما من متر لسنتي بضرب في 100. يبقى العلامه تتحرك مرتين، يبقى 3 75 من 100 متر على الثانيه، اللي هي الاجابه ايه؟ د. خلي بالك بالله عليك من التحويلات. السؤال اللي بعده، يلا بيقول لك ايه تاني؟ بيقول لك طائرة تتزايد سرعتها. ما هي لما السرعة تزيد يبقى دي العجلة. حتى عرفنا ازاي ان ال 15 دي هي العجلة. بيقول لك متر على الثانية تربيع على الثانية تربيع. جميل، يبقى الجيم بتساوي 15 متر على الثانية تربيع، وموجب عشان ايه بقى؟ وعشان تتسارع. فإن الزمن اللازم لزيادة السرعة من إلى ما هي من دي يعني السرعة الابتدائية. يبقى عين صفر بتساوي 100 متر على الثانية. أنا كل شوية بلاحظ التحويلات ماشية مظبوطة ولا لا؟ إلى، يبقى عين النهائية 160 متر على الثانية. طب أنت عايز إيه أصلا؟ فإن الزمن. طب أستخدم أنهي قانون؟ أنهي قانون بيربط العين بالعين صفر بالعين؟ أول واحد، عين بتساوي عين صفر زائد الجيم نون. عين النهائية بكام؟ ب 160. طب وعين صفر ب 100 زائد الجيم ب 15، وهنا كام؟ نون. ودي بعكس الإشارة، 160 ناقص 100 دي كده 60 بتساوي 15 نون. على ال 15 وعلى ال 15 يبقى النون بتساوي كام؟ يبقى النون بتساوي 4 ثواني، اللي هو كام بقى؟ الإجابة ج. السؤال اللي بعده، بيقول لك يتحرك جسيم في خط مستقيم بعجلة منتظمة مقدارها 8 سنتيمتر على الثانية تربيع في اتجاه مضاد. الجيم هنا يا بالسالب ولا بالموجب؟ لا بالسالب يا أستاذ. يبقى الجيم أهي بسالب 8 سنتيمتر على الثانية تربيع. جميل. في اتجاه مضاد لاتجاه سرعته الابتدائية لمقدارها. تعال نجيب عين صفر، يبقى عين صفر بتساوي 4 متر على الثانية. الوحدات بايظة. فإن سرعة الجسم بعد نص دقيقة، يبقى النون بتساوي يا لهوي نص دقيقة، هتعمل حوالي ثانية. يبقى نضرب في كام بقى؟ أضرب في 60، يبقى بتساوي كام؟ 30 ثانية. إيه بالمرة نحول حاجة ولا إيه الدنيا؟ نحول ديت لسنتي؟ براحتك. تعال نحول المتر ده لسنتي. من متر لسنتي بنضرب في 100. خلاص، يبقى 4 في 100 ب 400. طب انت عايز ايه بقى؟ فإن سرعة الجسم، يعني عين النهائية اهي علامة استفهام. استخدم القانون الأول. تعال، أنا مش شغال كله بالسنتي فطلع بالسنتي لحد ما ربنا بقى يفرجها ونشوف.
عين بتساوي عين صفر زائد الجيم نون. عين النهائية أنا مش عارفها. عين صفر 4 في 100 ب400 عشان نمشيها سنتي. لو عايز تمشيها كلها متر براحتك، الاختيارات اللي تحكم بينا بقى. زائد الجيم بسالب 8 عشان 1000 اتجاه مضاد في النون ب30 حولناها بقى. هتطلع العين حضرتك في الآخر ب160 سنتيمتر على الثانية. في الاختيارات 160 سنتي، يبقى أكيد دي غلط. وده الغلط لأن الإجابة ما طلعتش بصفر، هو يا ألف يا ج. طب انتوا عارفين ليه ألف كمان غلط؟ هقول لكم ليه بقى. متر على الثانية تربيع ده عجلة. ده أنا طالب منك إيه أصلا؟ سرعة. خليك ذكي في أنت بتختار. ده أنا طالب منكم أصلا سرعة، إزاي متر على الثانية تربيع؟ طب ازاي دي يا استاذ جت منها كيلو متر على الساعة؟ بص يا باشا، من كيلو متر على الساعة لسنتيمتر على الثانية بضرب في 250 على 9. طب لو من سنتيمتر على الثانية لكيلو متر على الساعة هضرب في 9 على 250. لما تضرب دي تطلع لك في الآخر بقى 5.76 كيلو متر على الساعة. بالله عليك أنا عايزك شاطر في اختر. يعني أنا استبعدت الصفر واستبعدت اللي بالسنتي لأن أنا مطلعها 160، ودي أصلا الأولانية وحدة قياس عجلة. السؤال اللي بعده بيقول لك يتحرك جسم في خط مستقيم بتقصير. يعني العجلة سالب. حاضر. يبقى الجيم بتساوي سالب 3 متر على الثانية تربيع. فسكن. يبقى العين النهائية بصفر سكن. بعد ما مشي شوية سكن. بعد 19 ثانية يبقى النون بتساوي 19 ثانية. فإن مقدار لازم الناتج يطلع موجب. انت عايز عين صفر يبقى عين صفر علامة استفهام. نستخدم أنهي قانون؟ عندنا جيم وعين صفر. يلا الأولاني عين بتساوي عين صفر زائد الجيم نون. عين النهائية بصفر وعين صفر أنا أصلا عايزها صح؟ زائد الجيم بسالب 3 والنون بكام؟ ب19. يلا يا كابتن بص أنت ممكن تعمل إيه؟ سالب 3 في 19 تحسبها وتوديها الناحية التانية بالموجب، هتلاقي عين صفر في الآخر طلعت معاك 57 متر على الثانية، والوحدات هنا كانت كلها مظبوطة. معادلات بقى. السؤال اللي بعده كتاب المدرسة. المسافة. يعني هو عايز إيه بقى؟ يعني هو عايز فين؟ المسافة التي يقطعها جسيم في اتجاه ثابت، يعني هو كلهم ماشيين في نفس الاتجاه، ما تقلقش من العجبة بقى. من السكون. حاضر، ما هو من السكون يعني عين صفر بصفر. بعجلة مقدارها الجيم هنا يا أستاذ بالموجب ولا بالسالب؟ أنا قلت لك في اتجاه ثابت، يعني اعتبر إن الاتجاه ده كلهم ماشيين فيه. 5 سنتيمتر على الثانية تربيع. في زمن قدره 4 ثواني، يعني نون بتساوي 4 ثواني. أنت حضرتك عايز الفهم. طب يلا، مش أنت عارف قانون الفهم؟ على فكرة الفهم دي اسمها إزاحة. مش مسافة في القوانين، في الثلاث قوانين اللي احنا خدناهم. الفي دي اسمها إزاحة. يعني ممكن تطلع بالسالب يا أستاذ؟ ممكن تطلع بالموجب؟ ممكن تطلع صفر؟ السالب معناه إن هو عكس اتجاه حركته، لكن المسافة دايما موجب. تاني، الفه في القوانين بتاعتنا اسمها الإزاحة. حاضر. يبقى الفه بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. عين صفر بصفر فتطير لك ده، يبقى نص في الجيم 5 في نون تربيع اللي هو 4 أس 2. يلا نحسب نص في 5 في 4 أس 2 بالآلة، هتطلع لك كام في الآخر؟ هتطلع لك 40 اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك تحرك جسيم في خط مستقيم بسرعة ابتدائية 7 متر على الثانية. يبقى عين صفر بتساوي 7 متر على الثانية. وبعجلة منتظمة عكس اتجاه. حاضر. يبقى الجيم بتساوي 4 سالب 4 بقى متر على الثانية تربيع. فإن مقدار يعني الناتج لازم يطلع موجب، يعني ألف مرفوضة. يعني أنت لو طلعت الناتج بالسالب لا بقول لك هتقولي بالموجب. لو كان شال مقدار عادي الناتج بقى يطلع سالب. فإن مقدار الإزاحة، يعني أنا عايز فيه علامة استفهام. الفيه في القوانين دي اسمها إزاحة. بعد مرور 6 ثواني يعني النون بتساوي 6 ثواني. طب نستخدم أنهي قانون بقى؟ الفه. تعال نستخدمه كده. ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. طب الفه أنا عايزها عين صفر أدي 7 في النون 6 في تحويلات أو حاجة؟ لا ماشيين متر وثانية ماشي. زائد نص في الجيم سالب 4 في النون تربيع. هي النون بكام يا أولاد؟ ب6 أس 2. لما تحسب دي كلها يا باشا الآلة هتديك سالب 30. هتقوم انت بقى رايح مختار لي ألف. يا ده انا بقول لك مقدار، يعني عايز الناتج الموجب، شيل السالب.
اهو. طب السالب ده يا استاذ ليه معنى في الرياضه؟ عكس 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 عكس، ان هو مش عكس اتجاه الحركه، ده معناه في الرياضه، لكن مقدارها 30. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا تحرك جسيم في خط مستقيم بعجله منتظمه، ماشي، فان عين زائد عين صفر. ده انت واخد حته قانون لو ناسيه اديك على قفاك. احنا واخدين والله قانون للمسافه لو مفيش عجله، ف بتساوي عين زائد عين صفر على الاتنين في النون. والله العظيم خدناها يا جدعان. ف بتساوي عين زائد عين صفر على اتنين في نون. هو الراجل بقى عايز عين زائد عين صفر تاني. طب انا هقول لك على حاجه، ممكن اكتبها لك بطريقه تانيه، ده بعد اذن سيادتك يعني. ف بتساوي عين زائد عين صفر وهنا نون على الاتنين، صح؟ طيب ايه رأيك نعمل مقص؟ يلا اضرب الف في اتنين هيدينا كام بقى؟ هيديك اتنين ف، واضرب دي في واحد كلها، ما تدخلش النون بقى، عين زائد عين صفر في نون. طب انت عايز ايه عشان اقسم على اللي جنبه؟ ما احنا في الرياضة كده بشوف عايز ايه اقسم على اللي لازق فيه. انا عايز عين زائد عين صفر، اقسم على اللي جنبها، مش هنا في ضرب اقسم، هنا على نون وهنا على نون، دي هتطير مع دي، يبقى عين زائد عين صفر بتساوي اتنين ف على نون. اتنين ف على نون اللي هو الاختيار يا شباب، اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده من أسئلة مهمة جدا برضه. إذا تحرك جسيم في خط مستقيم من السكون، حاضر يعني عين، ما تخافش ترجم يا عم حتى لو المسألة جاية من غير أرقام، يبقى عين صفر بصفر، بحركة منتظمة التغير بعجلة جيم. خد بالك لما يقول لك حركة منتظمة يعني العجلة هنا ثابتة، العجلة هنا ايه ثابتة، ما بقول لك حركة منتظمة يبقى العجلة ثابتة ما بتتغيرش، صح كده؟ طب والعجلة بصفر يا أستاذ؟ لو قلت لك بقى سرعة منتظمة، بس على حسب هو عايز ايه، بس احنا لازم نقرأ بس واحدة واحدة. عين صفر بصفر والحركة منتظمة يعني العجلة ثابتة ما بتتغيرش، فإن الإزاحة تتغير مع ايه؟ طب ايه رأيك نكتب القانون ونشوف؟ تعال، مش احنا عارفين ان ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع؟ ايوه، ادي الفاء اهي، وعين صفر بصفر يعني طيارة اللي مضروب فيه، ايه اللي اتبقى نص في جيم في نون تربيع. طيب النص ده هو ده ثابت، عارف الجيم ليه يا واد ده ثابتة برضه؟ ما حتى لو انت قلت لي بصفر ما هي ثابتة برضه، ما الصفر ثابت. ما تقوليش بقى صفر، هو الاختيارات في صفر، ده ثابت وده ثابت. طب اشمعنى الجيم ثابت عشان هو الحركة منتظمة؟ يبقى الفاء تتغير، شيل الثوابت دي كلها، يبقى تتغير مع ايه بقى؟ مع نون تربيع. ما هو النص ثابت يا حبيب قلبي والجيم دي ثابته، ما هو الثابت ده يعني اعتبرهم بقى ارقام يعني شيلهم خالص، يبقى تتغير مع ايه؟ مع نون تربيع. الزمن لما يزيد المسافه تزيد بس، يبقى تتغير مع نون تربيع اللي هي الاجابه ايه؟ ج. السؤال اللي بعده بيقول لك يتحرك جسيم في خط مستقيم بعجله في اتجاه سرعته الابتدائيه، حاضر، يبقى الجيم بتساوي 40 سنتيمتر على الثانيه تربيع. حلو، وبعدين فإذا كانت إزاحة الجسيم بتساوي 35 في نفس الاتجاه، يبقى 35 متر. وربي لو كان قال إن هو في عكس الاتجاه كنت خليت ال 35 دي سالب 35، وتقوم واحدة قايله لك يا أستاذ هو في مسافة بالسالب؟ يا بت ده قال إزاحة، وبعدين القوانين بتاعتنا الفهم بتاعتها اسمها الإزاحة أصلا، يعني في نفس الاتجاه أخدها موجب، في نفس عكس الاتجاه تاخدها سالب، ماشي. بعد 10 ثواني يعني نون بتساوي 10 ثواني. يا أستاذ المسألة ماشية متر وأنت كاتب لي فوق سنتي، طب ما من سنتي المتر هقسم على 100، صح؟ أهو هقسم على 100 أهو، اقسم على 100 فتبقى 4 من 10 متر على الثانية تربيع، حاضر. عايز مقدار السرعة الابتدائية، احنا عندنا ف وج وصفر، ما خليك شاطر بقى، ما هو مفيش الا ده اهو، ف بتساوي عين صفر نون زائد نص ج نون تربيع. الف ب35 عين صفر، ده انت عايزها، طب انا هكتبها عين صفر اهو. طب النون 10 يبقى دي اسمها 10 عين صفر زائد نص في الجيم 4 من 10 والنون تربيع ليه 10 تربيع، ادي 35 تنزل بتساوي 10 عين صفر عين، نص في 4 من 10 في 10 أس 2 قالتك الجميلة تطلع ب20، ودي دي بعكس الإشارة، 35 ناقص 20 يبقى 10 عين صفر بتساوي كام؟ 15. أقسم هنا على 10 وأقسم هنا على 10 تلاقي حضرتك العين في الآخر، أنا ماشي المسألة بقى متر، 1.5 متر على الثانية، والوحدات مهمة يا كباتن. السؤال اللي بعده
خلي بالك بقى، لان الدروس بتاع الديناميكا ديت عايزه المذاكره اللي هي اول باول. بالله عليك بقى ما تقعد تراكم على نفسك كتير. يلا. بيقول لك يتحرك جسيم من السكون. طب يعني ايه يا استاذ من السكون؟ يعني عين صفر بصفر. يلا يا واد اكتب عين صفر بصفر بعجله منتظمه. حلو. ما قالش هي بكام على فكره، يعني هكتب الجيم علامه استفهام. قطع 24 متر، يبقى الفه بتساوي 24 متر في الثواني الأربعة الأولى. ما قلتلكش في الثانية الرابعة على فكرة، في الثواني الأربعة الأولى، يعني نون بتساوي 4 ثواني من بداية الحركة يعني. فإن مقدار العجلة، هنكتب أنهي قانون؟ أنت عندك ف وعين صفر ونون، طب ما تكتب يلا الف. ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. الف 24، عين صفر في صفر فالطاية كل اللي مضروب فيه. أدي نص، والجيم معرفهاش سيبها أنا أهو. نون أس 2 4 تربيع بكام؟ ب16. يبقى 24 نص ال16 دي كده 8 ج على 8 وعلى 8. بنقسم على اللي جنب اللي أنا عايزه، أنا عايز الجيم أقسم على اللي جنبها على 8 وعلى 8، يبقى ج بتساوي كام في الآخر؟ يبقى ج بتساوي 3 اللي هو الاختيار أ. السؤال اللي بعده. قذفت كرة في عكس اتجاه الريح. قذفنا كرة في عكس اتجاه الريح، يعني مثلا الريح جاي يمين، انت قمت قاذفها عكس اتجاه، انت زائلها له شمال، ففي مقاومة كده، الكرة بتروح تقيلة كده، الهواء بيصدها يا ولا. قذفت كرة في عكس اتجاه الريح، سرعتها الابتدائية عين صفر بتساوي 15 سنتيمتر على الثانية. حلو. فتحركت في خط، يا نهار ما انا متأكد اصلا ان هي لازم تتحرك بتقصير، ده لازم. ده بتمشي، ما هو الريح جاي لها بقى بيبطأ حركتها ورا، بيخليها ترجع ورا. تحركت بتقصير، يعني في سالب هيتحط يا استاذ، يبقى الجيم بتساوي سالب 5 سنتيمتر على الثانية تربيع. فإن الزمن يبقى نون علامة استفهام التي تستغرقه الكرة حتى تعود لنقطة البداية. لو جدع، حتى تعود لنقطة البداية تاني. لو حد فيكم شاطر يقول لي نستفاد ايه قبل ما انا اقولها، بالله عليك، يعني غير اللون الازرق تكون قلتها على طول. يا واد قول. ما هو لما الجسم يروح ويرجع لنقطة بدايته، ما هي الإزاحة تبقى اوعى تقول لي مسافة. الإزاحة تبقى بصفر، يعني هو جايب الكلمة دي عشان تستنتج منها الإزاحة بصفر؟ اه والله. حتى يعود لنقطة البداية، يبقى الإزاحة بتاعته بصفر. لو أنت مش عارف بقى إن الإزاحة بصفر، هتلاقي في معطى ناقص، مش هتعرف تكمل. يلا نكتب القانون بقى. ف هو عايز الزمن، ف بتساوي عين صفر نون زائد نص ج نون تربيع. طب الف بصفر وعين صفر ب15 والنون اكتبها نون زائد نص في الجيم سالب 5، وهنا ايه بقى؟ وهنا نون تربيع. يلا. ادي صفر بتساوي 15 نون، نص الخمسة اللي هو سالب 2.5 وهنا نون تربيع. نعمل ايه؟ ما هو بيساوي صفر هنا، ممكن اكتبها بيساوي صفر هنا. ايه ها، تحليل ولا عامل مشترك؟ عامل مشترك يا استاذ. ناخد ايه عامل مشترك مثلا؟ عايز تاخد 2.5 نون صح، عايز تاخد براحتك. هاخد 2.5 نون عامل مشترك اهو. اقسم هنا على 2.5 نون واقسم هنا على 2.5 نون صح. فهتديك لما تقسم ده على 2.5 نون تديك كام ديت؟ احنا وديناها بعكس الاشارة دي ولا لا؟ ادي هنا نص في سالب 5. في غلطة هنا ولا ايه؟ ادي هنا 15 نون وهنا زائد نص ج نون تربيع. لا مظبوط كده. اقسم بقى هتبقى صح صح، هيديك سالب نون ناقص الستة، وكل ده بيساوي كام بقى؟ صفر. ما هو انت بص يا كابتن، ده زائد 6 هنا بقى. لما تقسم 15 نون على 2.5 نون يديك موجب 6، وده على ديت يديك سالب نون صح. جميلة كده يلا قاسم الصفحة نصين، اما الاول بصفر واما التاني بصفر. سالب نون زائد 6 بتساوي صفر. اقسم هنا على 2.5 واقسم هنا على 2.5، يبقى النون هنا بتساوي صفر. ودي بعكس الإشارة، سالب نون بتساوي سالب 6، السالب يطير مع السالب، يبقى النون بكام؟ يبقى النون بتساوي 6 ثواني. خلي بالك، حتى تعود لنقطة البداية، يبقى أنا فهمت إن الإزاحة هتكون بصفر. السؤال اللي بعده بيقول لك يبقى بدأ جسم حركته بسرعة كام بقى؟ 126 كيلو متر على الساعة. طب تعال كده نكمل المسألة.
ده المسألة فيها متر يا باشا وثواني. طب ما تيجي نحولها من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية، أضرب في 5 على 18. اضرب يلا 126 في 5 على 18 كده، بيقول لك بدأ بسرعة تبقى دي عين صفر. 126 في 5 على 18 تطلع 35 متر على الثانية. حلو. وتوقف. وتوقف عين النهائية هتساوي صفر بعد أن قطع مسافة، يبقى الف بتساوي 122.5 متر، لازم الوحدات. فإن العجلة استخدم أنهي قانون؟ الأول في زمن، والتاني كمان في زمن وأنا معرفش الزمن، هو آخر قانون. عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. طب عين النهائية بصفر، تربيع بصفر. عين الابتدائية تربيع اللي هي 35 تربيع زائد 2 في الجيم، ده هو أصلا عايز هسيبها أنا أهو جيم. طب والف 122.5، وهي كانت بالمتر صح؟ مظبوط كده. تعالى نبدأ دي بعكس الإشارة، مش هحسبها بقى، هحسبها كلها في الآخر. هيبقى صفر ناقص ده اهي بسالب وافتح قوس 35 أس 2 بتساوي 2 في 122.5 ج. يلا اقسم هنا على اللي لازق فيها 2 في 122.5، وهنا برضو على الاتنين في 122.5. ظبط نفسك بقى بالآلة، انت مش صغير. يبقى الجيم بتساوي، اقسم بقى سالب 35 تربيع، بس لازم في أقواس بقى، ما تقوليش التربيع يطير السالب، لأن التربيع جوه والسالب بره. هيطلع لك في الآخر سالب 5 متر على الثانية تربيع. طب ليه يا أستاذ سالب 5؟ ما هو أكيد توقف بقى ومشي بعجلة تقصيرية بقى، أكيد العجلة بتاعته كانت قليلة بقى ساعتها، نفهم من كده دي. السؤال اللي بعده بيقول لك انطلقت سيارة من السكون. حاضر، يبقى عين الابتدائية بصفر. فاكر السؤال بتاع اختر؟ دايما الجسم لما بيبدأ الحركة يبقى الزمن بصفر، مش السرعة الابتدائية يا كابتن. بتسارع، يبقى الجيم موجب، والله ما هو بتسارع. وكمان عرفت ازاي دي جيم؟ المقام فيه وحدتين زمن، ثانية تربيع ساعة تربيع، ايوه كده. يبقى الجيم بتساوي 4 متر على الثانية تربيع. فإن المسافة ف بتساوي علامة استفهام عندما تصبح سرعتها، يبقى عين النهائية 24 متر على الثانية. أكد في تحويلات قبل ما نحل. لا يا أستاذ كلهم مظبوطين ومتر. هو عايز السرعة هو عايز ايه؟ فإن المسافة يعني عايز ف. طب ما تستخدم يا عم قانون الف. ف بتساوي عين صفر نون زائد نص ج نون تربيع. يبقى عين صفر بصفر طيارة دي، وهنا نص، والجيم 4، وفين ده مفيش نون تصدقوا. طب ما في قانون انا مديهولك، في قانون والله مديهولكم، تعالوا كده نشوفه. اللي هو ازاي لو مفيش النون نجيبها، شو انا اصلا ما كانش فيه نون. طب احنا ليه استخدمنا ده؟ طب ما تيجي نستخدم الاخير، صح كده؟ ايوه نستخدم الاخير عشان الاخير ما فيهوش نون. عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. مظبوط. طب العين تربيع النهائية، العين النهائية ب24، وعين صفر بصفر فدي طارت، صح؟ مظبوط. هنا 2 في الجيم ب4 في الف. ايوه كده ظبط كده. 2 في 4 ب8، فاقسم هنا على 2 في 4 اللي هي ب8 يعني، واقسم هنا على 2 في 4 دي تطير مع دي. يبقى الف بتساوي 24 على 8 اللي هي فيها كام؟ 24 عين تربيع. احنا ما كناش بقى 24 تربيع، حاضر اسف سهوا مني دي. يبقى 24 كل تربيع على 2 في 4 تطلع معاك ديت في الاخر 72. هتطلع 72 متر. تعال نمسح دي بقى كده اهو، امسح ده ايه. يبقى الفئة تطلع يا شباب في الاخر 72 متر، اللي هي الاجابة ايه بقى؟ اللي هي الاجابة الف. السؤال اللي بعده بيقول لك يتحرك قطار في خط مستقيم بسرعة، يبقى اكيد دي الابتدائية بقى. طب كيلو متر، بص لو نزلت تحت هلاقي في متر. طب ما احولها بالمرة، من كيلو متر على الساعة المتر على الثانية اضرب في 5 على 18 تطلع لك 12 ونص. يبقى العين صفر بتساوي 45 كام بقى؟ خلاص ماشي، هنضربها في 5 على 18 بالخطوات، تطلع معاك في الاخر 12.5 متر على الثانية. وعندما اقترب من المحطة ضغط السائق على الفرامل. يا واد ضغط على الفرامل، يبقى عين النهائية بكام؟ وقف خلاص. على فكرة لما بيضغط على الفرامل السرعة بتبدأ تقل، والعجلة كمان بتبدأ تقل، لازم يقول له تقصير بعدها على فكرة. فتحرك القطار بتقصير، يبقى الجيم هتقل بقى. الجيم بكام بقى؟ 1 وربع، يعني 1
و25 وفي حاجة أنا نسيتها اللي هو السالب. أيوة يا عم افتكر أنت بقى، متر على الثانية تربيع. حتى وقف، خلاص بقى ما احنا عرفنا النهائية بصفر. فإن المسافة التي قطعها من لحظة استخدام الفرامل حتى توقف. ماشي، طب شو عايز المسافة؟ طيب في زمن عندك للأسف، خلاص القانون الأخير، عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. عين النهائية بصفر، عين صفر تربيع اللي هو 12 ونص تربيع زائد 2 في الجيم بسالب 1 وربع في كام بقى؟ في الف، صح؟ ما الف احنا مش عارفين عايزينها أصلا. بص كده، 2 في 1 وربع، احسبها ووديها بعكس الإشارة تطلع 2 ونص، يعني دي هتطلع سالب 2 ونص، وديها بعكس الإشارة يبقى موجب 2 ونص ف. يعني احسب ده، شوفها بكام، وبعدين وديها بعكس الإشارة تطلع سالب 2 ونص، وديها بعكس الإشارة يبقى موجب 2 ونص ف بتساوي 12 ونص تربيع. أقسم على كام بقى؟ أقسم هنا على 2 و5 من 10، وأقسم هنا على 2 و5 من 10، دي تطير مع دي، يبقى الف بتساوي لما تقسم دولت هيطلع لك 62 و5 من 10، 62 و5 من 10 متر. تمام، الأسئلة سهلة اهي، متقلقش بقى. يلا أسئلة جميلة جدا بتاع الثانية النونية بقى، ركز بقى. بيقول لك السرعة المتوسطة لجسيم يتحرك في خط مستقيم لا بسرعة ابتدائية عن صفر، وعجلة منتظمة يا الهوي خلال الثانية الستة وربنا بدايتها 5 ونهايتها 6، احنا قلنا كده كتير. حاضر. وخدنا برضو ان السرعة المتوسطة بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمنة. الزمن هنا يا واد مش الزمن اللي انت عارفه. افكرك تاني، وكنا بنفك العين ده على فكرة الف على نون، جدع. يبقى ف على ن بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمنة، لأن في مسائل ممكن يطلب مني المسافة ففكها. طب النون ده اهي، تعال افكرك بالمرة، افكرك يا عم يلا. النون ده اهي خلال ثانية، يبقى هنا نون بواحد. انما النون هنا 5 زائد 6 على 2، النون اهو 5 زائد 6 انما هنا بتشوف كام ثانية بس. احنا مع القانون اللي فوق بقى دلوقتي، يلا. عين م بتساوي عين صفر معرفهاش زائد الجيم كمان معرف متوسط الأزمنة الثانية الستة بدايتها 5 ونهايتها 6، يبقى 5 زائد 6 على 2 اللي هي 5 ونص. فين 5 ونص؟ عين صفر زائد 5 ونص ج اللي هي الإجابة ج، خلي بالك عشان مهمة. نفس الفكرة برضو، تعال. السرعة المتوسطة التي يتحرك بها جسيم بسرعة ابتدائية عن صفر، وعجلة خلال الثواني السبعة والثامنة والتاسعة، هما 3 ثواني على فكرة بس اوعى تعوض انهم بتلاتة. الثانية السبعة شوف بدايتها كام بس، بدايتها 6 واخرك كام يا عم؟ اخر 9، صح؟ انت بترجع بس خطوة قبل الثانية دي. طب يلا، يبقى العين م بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمنة، يبقى 6 زائد 9 على 2، 6 و9 15 على 2 اللي هي 7 و5 من 10. فمتوسط الأزمنة هنا اللي هو 7 ونص، اللي هو كان بقى أهو مديها لك اهي، هو ارفع انت الكسر بقى، اللي هي الإجابة ايه؟ اللي هي الإجابة ألف. السؤال اللي بعده، بدأ جسم في حركته في اتجاه ثابت، حاضر، بسرعة، يبقى دي السرعة الابتدائية، عين صفر بتساوي 15 سنتيمتر على الثانية، وعجلة في نفس الاتجاه، خلاص يا أستاذ موجب، المسألة ماشية سنتي، الله أكبر، يبقى 4 سنتيمتر على الثانية تربيع. فإن المسافة فيه علامة استفهام، صح؟ هيتظهر لك بقى القانون اللي أنا كنت عامله لك دلوقتي، التي قطعها في الثانية الستة، حاضر. مش هتعرف تجيب المسافة إلا لما تجيب السرعة المتوسطة الأول. مش انت عارف قانون السرعة المتوسطة عين م بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمنة؟ تاني، في الثانية النونية لما يقول لي هات المسافة خلال الثانية كذا، قول له معرفش، لازم اجيب السرعة المتوسطة، او استخدم القانون ده وريح بالك بقى. فيه على نون، ما فيه على نون دي اللي هي عين م بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمنة، في فرق بين نون ده ونون ده وربنا. الفه انت عايزها اصلا. يلا خلال الثانية يا واد، هي ثانية واحدة والله، ثانية، يبقى النون اهو بواحد، خلال الثانيتين نون اهو باتنين، خلال الثانية كذا وكذا وكذا نون اهو بتلاتة، فهمت؟ بتساوي عين صفر زائد ج، هنعوض دلوقتي فين بقى متوسط الأزمنة؟ انت بتقول الثانية الستة بدايتها 5 والله ونهايتها 6، صح؟
5 زائد 6 على 2 اللي هي هتطلع 5.5 صح؟ مظبوط. طب ما تعوض بقى، انت خلصت. العين صفر ب15 وبالسنتي، والجيم ب4 وبالسنتي، وهنا 5.5. احسب بقى 15 في 4 في 5.5، هتطلع معاك دي في الآخر كام؟ 37. وهتقابلنا كتير القوانين دهيت، خلي بالك منها. السؤال اللي بعده. بدأ جسيم حركته في خط مستقيم بسرعة ابتدائية 5 متر على الثانية تربيع. يلا يبقى العين صفر ب5 متر على الثانية، آسف بس. وبعجلة في نفس الاتجاه، الجيم بتساوي 2 متر على الثانية تربيع. فإن المسافة فيه علامة استفهام خلال الثواني، دي الثانية النونية بقى، الثواني السادسة أدي 1، والسابعة أدي 2، والثامنة أدي 3. حاضر. اكتب القانون. ف على ن بتساوي ع صفر زائد ج في متوسط الأزمنة. جميل. طب الفه أنا عايز، طب النون لو جدع بكام؟ بص ثواني كام ثانية؟ 1 2 3، مش 8 يا ولا، هما 3 ثواني. عين صفر ب5 زائد الجيم 2. شايف متوسط الأزمنة بقى؟ هو بادئ بدايتك كام؟ بالستة، ارجع انت خطوة يبقى 5، ونهايتك كام؟ 8. 5 زائد 8 على 2، 5 زائد 8 على 2 اللي هي تطلع 13. 5 زائد 8 13 على 2، دي تطير مع دي. يبقى ف على 3 بتساوي، أو استخدم الآلة بقى، 5 و13 كام؟ ادي كده 18. اضرب مقص ف في 1 بف، التلاتة في 18 يدينا كام؟ 54. السؤال اللي بعده. بدأ جسيم حركته في اتجاه ثابت بسرعة، يبقى عين صفر بتساوي 10 سنتيمتر على الثانية، وعجلة منتظمة في نفس الاتجاه ج بتساوي 5 سنتيمتر على الثانية تربيع. فإن المسافة ف بتساوي علامة استفهام في الثانيتين السبعة والثامنة. طب يلا نفس الفكرة ولا ايه؟ يلا قول لي كده. ف قول لي بقى على كام؟ على ن بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمنة. طب الفه أنا عايزها النون الثانيتين يبقى 2 بتساوي عين صفر 10 زائد ج ب5 متوسط الأزمنة. قال لك السنتين السبعة، ارجع خطوة ارجع خطوة ارجع خطوة، يبقى 6 وآخرك كام؟ 8. يبقى 6 زائد 8 على الاتنين، 6 زائد التمانية على الاتنين، يبقى فيها على الاتنين. تعال نحسب، والناتج اللي الآخر يطلع نضربه في 2. 10 زائد 5 في 6 و8 14، 14 على الاتنين فيها السبعة. 5 في 7 ب35، و10 45، ولما حضرتك تعمل مقص يبقى كام؟ 90. 45 في 2 يدينا كام؟ 90 اللي هي الإجابة ده. السؤال اللي بعده بيقول لك استخدم قائد سيارة الفرامل فتوقف. يا أستاذ يعني عين النهائية بصفر، ما هو توقف بقى خلال 15 ثانية، يبقى النون بتساوي 15 ثانية. بعد ما قطع مسافة 30 متر، ف بتساوي 30 متر. فإن سرعة السيارة عند بداية، يبقى عين صفر أنا مش عارفها، مفيش جيم يا أستاذ في المسائل، والقوانين كلها أصلا فيها جيم. من الشاطر اللي حافظ الحالة الخاصة اللي أنا كنت ممليها لكم، اللي هي كانت بتقول ايه بقى؟ امتى في قانون مفهوش جيم، ف بتساوي، فاكر؟ عين زائد عين صفر على الاتنين في نون. الله على اللي فاكره ده، اللي مفهوش جيم. الف ب30 كده كده، العين النهائية بصفر، فانا ممكن احذف دي صح؟ يبقى عين صفر على الاتنين في نون اللي هي كام؟ 15. يلا انت ممكن تحسب ده. يلا يبقى 30 بتساوي 15 على 2 اللي هي 7.5، والعين صفر اهي. اقسم هنا على 7.5، واقسم هنا على 7.5، دي تطير مع دي. يبقى العين صفر 30 على 7.5 هتطلع لك كام؟ 4. عندك 4 موجود، يبقى 4 متر على الثانية. السؤال اللي بعده برضو مهم. هنجيب اللون التاني فين؟ يلا. بدأ جسم حركته في اتجاه ثابت بسرعة، يبقى عين صفر بتساوي كام بقى؟ بتساوي 20 سنتيمتر على الثانية، وبعجلة منتظمة ج بتساوي 2 سنتيمتر على الثانية تربيع. يا لهوي، عكس اتجاه. يا خراشي يا أستاذ لو نسينا السالب هنروح في داهية. في عكس اتجاه متجه سرعته الابتدائية،
فإن الزمن ن بتساوي علامة استفهام الذي يمضي من بدء الحركة حتى تصبح سرعته، يبقى دي النهائية. والمصحف لو ألف عكس الاتجاه لكتب السرعة بالسالب، ومحدش يقول لي السرعة دايما موجب يا باشا، دي إزاحات، دي متجهات، آسف متجهات. ما هو بيقول لك تصبح سرعته ده، بص 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 يا لهوي، عكس الاتجاه عين بالسالب والله العظيم، السالب ده معناه عكس الاتجاه. 3.6. طب المسألة كلها ماشية ايه؟ المسألة كلها ماشية سنتي، ودي 3.6. طب ما تيجي نحول كيلومتر على الساعة لسنتيمتر على الثانية. اضرب في كام بقى؟ اضرب في 250 على 9، صح؟ اه. طب اضرب في 250 على 9 كده اهو، في 250 على 9. اضرب بالآلة تطلع معاك سالب 100 سنتيمتر على الثانية. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الزمن. طب ما تيجي يلا نستخدم انهي واحد؟ عندنا عين وعين صفر وجيم. اول واحد جميل جدا. عين بتساوي عين صفر زائد الجيم نون. عين النهائية بسالب 100 عشان العكس اتجاه. عين صفر ب20 زائد الجيم اللي هي ناقص 2 بقى، في النون معرفهاش. ودي دي بعكس الإشارة، سالب 100 ناقص 20 سالب 120 بتساوي سالب 2 نون. على السالب 2 على السالب 2، السالب مع السالب، الاتنين مع الاتنين يبقى النون بتساوي، والسالب كمان مع السالب، 120 على 2 فيها كام؟ فيها 6. استنوا بقى بالله عليكم استنوا، انا ماشي المسألة هنا ثانية وهنا ثانية وهنا ثانية، يبقى النون ب60 ثانية، صح؟ اصل هو بيخدعك، اصل هو عارف انت تختار 60. طب انا طالب دقيقة، ما هو من ثانية لدقيقة بنقسم على 60، من صغير لكبير بقسم، ف60 على 60 فيها الواحد دقيقة، لان هو عايزها بالدقيقة وما تروحش تختار ال60. ما انت كده بقى بتذاكرش كويس بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يتحرك جسم في خط مستقيم بعجلة منتظمة، قطع 52 متر في الثواني الأربعة الأولى. السؤال ده مهم على فكرة، خلي بالك منه. جسم يتحرك في خط مستقيم بعجلة منتظمة، قطع 52 متر في الثواني الأربعة الأولى. ما قلتلكش في الثانية الرابعة، دي مش ثانية نونية. طب تعالى بقى كده، تعالى نمثلها لك حلو كده. دي بداية الحركة يا أستاذ أهو. تعالى ونقرأ المسألة بالراحة وأنا هوضح لك الدنيا كلها. يتحرك جسم في خط مستقيم، حلو، بعجلة منتظمة، فقطع 52 متر في الثواني الأربعة الأولى أهو. يعني في الحتة ده اهي قطع 52 متر، المسافة 52 متر في الثواني الأربعة الأولى، يعني ن بتساوي 4 ثواني. حلو كده، جميل. يعني عند بداية الحركة قطع 4 ثواني في الحتة دي، وبعدين ثم قطع مسافة 92 متر أهو. إمتى بقى؟ في الثواني الأربعة التانيين. يعني هنا برضو كانت ن ب4 ثواني بس خلي بالك، خلي بالك، هتشوف دلوقتي خلي بالك من ايه. يعني عندنا الحالة الأولى يا أستاذ اللي هو قطع 52. بص بص بص، ببدأ الحالة أقيسها من بداية الحركة لحد ما أشوف هي وصلت لفين. ببدأ الحالة أقيسها من بداية الحركة، ماشي. أكد على الحتة دي أوي. يبقى الحالة الأولى الفه عندنا ب52 متر، والنون بتساوي 4 ثواني، صح كده ولا إيه؟ مظبوط. طب يبقى الفه معرفش السرعة الابتدائية بكام. ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع في الحالة الأولى. طب الف مش عارفينها، ولا الف بكام؟ ما الف بقى ب52 بقى، يبقى 52 بتساوي عين صفر. ما أنا معرفش عين صفر بس عارف النون ب4، يبقى 4 عين صفر زائد النص هكتبه، والنون تربيع يعني نص ال16، دي كده كام بقى؟ ادي كده 8 جيم. دي اول معادلة عندنا، 52 بتساوي 4 عين صفر زائد 8 جيم. اركنها على جنب وسميها رقم 1. تعال نشوف المعادلة التانية بقى كده، تعال واحدة 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 واحدة. الناحية التانية قطع 4 في 9. اوعى بقى تقول لي هنا ان الفه ب92 والنون ب4. بالله عليك انا بقيس من بداية الحركة. يعني بص من اهو لحد اهو، دي بس مثلا الاربع ثواني التانيين بقيسها من الاول. الفه هنا والله اللي هي 92 زائد 52 يا كابتن تاني. انا بقيس من بداية الحركة، بقيس كل حاجة من بداية الحركة. حلو. اجمع بقى 52 و92 يطلع 144، ادي 144 متر. طب الزمن والله بقيس من بداية الحركة، يبقى كام؟ 8 ثواني. هي دي بقى الفكرة بتاع المسألة دي.
يلا هنستخدم نفس الحاجة بقى. ف اللي هي 144 بتساوي عين صفر معرفهاش في نون، يبقى 8 عين صفر زائد 2 زائد نص. ف بتساوي عين صفر نون زائد نص اهو ج نون تربيع، يبقى 144 بتساوي 8 عين صفر النص اهو. طب ونون تربيع اللي هي كام؟ 64. نص ال 64 كام؟ 32 ج. وادي المعادلة رقم 2. آلتك الحاسبة الجميلة موت 5 3. هندخل بصوا ازاي؟ 4 يساوي 8 يساوي 52 يساوي، هتنزلك تحت 8 يساوي 32 يساوي 144 يساوي. طب خد بالك انا مدخل اول حاجة عين صفر في اول اكس واحد اللي هي عين صفر، يبقى عين صفر تطلع لك في الاخر بكام بقى؟ ولا هو كان عايز الجيم؟ شوف عين صفر هتطلع لك بكام، والجيم هتطلع لك بخمسة على الاتنين اللي هي 2.5. ايا كانت بقى، شوف عين صفر هتطلع لك بكام. بس نحن متأكدين منه ان الجيم ما تساوي 2.5. تك على الآلة تلاقي اكس واحد طلع لك عين صفر، واكس اتنين اللي انا محتاجها اللي هي كام؟ 2.5، اللي هي الاختيار ايه؟ الاختيار ده. مسألة الرصاصة دي بقى من المسائل الشياكة الجميلة، هتخلي بالك منها بقى بالله عليك. بالله عليك يا شيخ خلي بالك منها. بيقول لك ايه بقى؟ أطلقت رصاصة بسرعة 50 متر على الثانية على هدف ثابت، فسكنت فيه بعد أن غاصت 25 سنتيمتر. من أول هنا أهو دي حالة. وبعدين بيقول لك فإن السرعة، يعني هو عايز عين النهائي التي تنفذ بها الرصاصة في نفس الهدف سمكه 16 سنتيمتر على فرض ثبوت العجلة. يعني إيه بقى الحتة دي؟ يعني هو تجربة عملها مرتين اتنين. تعال ما فهمك حاجة. الهدف بتاعك اهو خشب يا عم، الهدف بتاعك يعني خشب. طيب ايه اللي حصل هنا؟ تعال نمسكها حالة حالة. يقول لك اطلقت رصاصة بسرعة. حاضر، يعني السرعة دي طب هنا 25 سنتي صح؟ خلاص، طب ما تحول دي لسنتي، ما هو من متر لسنتي بنقسم على 100 صح؟ يبقى دي 25 من 100. يبقى السرعة الابتدائية اللي هي عين صفر، ولا نسيبها متر؟ طب خلاص ايه رأيك نسيبها متر؟ ده هو اصلا طالبها بالمتر، طالب السرعة بالمتر. خلاص عين صفر بتساوي 5 متر على الثانية على هدف ثابت. يبقى انا همشي مسألة متر، فغاصت فيه مشيت مسافة لازم تكون بالمتر بقى 25 سنتي، اقسم على 100 يبقى 25 من 100 متر. مشيت فيه شوية، بيقول لك ايه؟ فسكنت عين النهائية بصفر. دي حالة اشتغل عليها خالص، يعني اشتغل عليها لوحدها واجيب اشوف اطلع منها ايه. دايما مسائل الرصاصة يا شباب بتتحل بالقانون الثالث. اشمعنى؟ انت ما عندكش زمن، فين الزمن اصلا؟ يلا يبقى عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع. انا ما كملتش المسألة، ما مسألة الرصاصة بتعمل على حتتين. عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. هنا النهاية بصفر، وهنا 5 تربيع زائد 2 في الجيم معرفهاش. طب الف 25 من 100. لو حسبت 2 في 25 من 100 ووديها لنا بعكس الإشارة تطلع لك سالب 50. ولا ودي يعني صفر كانت بكام أصلا في 50؟ آسف ده أنا كاتبها 5، أنا آسف. يبقى هنا 50 ودي دي بعكس الإشارة كده، يلا هيبقى سالب 50 الكل تربيع بتساوي 2 في 25 من 100 في ج. اقسم هنا على 2 25 من 100 واقسم هنا على 2 25 من 100. دي تطير مع ديت تطلع الجيم في الآخر بسالب كام بقى؟ تطلع الجيم بسالب 5000. سالب 5000 ايه بقى؟ متر على الثانية تربيع. الجيم دهيت اللي هبدأ لك بقى الحالة دي دلوقتي. طيب تاني حاجة بيقول لك لو عندنا هدف تاني اهو، هدف تاني اهو، هدف تاني قدام حضرتك اهو. بس ايه المشكلة بقى فيه؟ تعالى اما افهمك. بص كده، برضو اطلق بسرعة ابتدائية برضو عين صفر بتساوي 50 متر على الثانية. جميل. بس في نفس الوقت بقى بيقول لك ايه بقى؟ غيرنا السمك بتاع الخشب، قللناه شويه. يعني هو كان 16 سنتي فوق كان 25. يا استاذ انت ماشي مسألتك بالمتر، يبقى ف بتساوي كام بقى؟ ف بتساوي 16 من 100 قسمت على 100 متر بقى. بيقول لك ايه بقى؟ انا ما اعرفش السرعه النهائيه هنا بكام، لان هو بيقول لك فان السرعه التي تنفذ بها الرصاصه في نفس الهدف. فهمت؟ مسألة الرصاصة دايما بتتعمل بالحتة انه اي مسألة رصاصة اقسم الصفحة نصين واعمل اللي انا بقول لك عليه ده.
طب خلاص يبقى هكتب بقى القانون الأخير، عين تربيع مفيش زمن تساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. عين النهائية أنا عايزها عين صفر 50 تربيع زائد 2 والجيم بفرض ثبوت العجلة في الحالتين، يبقى الجيم برضو بسالب 5000 في الف اللي هي 16 من 100. بقول لك ايه، ما بالمرة خد الجذر التربيع للطرفين وهات الناتج حتة واحدة بقى. يبقى العين النهائية خد الجذر التربيع للطرفين هتطلع 900، فجذر ال 900 اللي هي كام بقى 30 متر على الثانية. ومسألة الرصاصة دي مهمة جدا وخلي بالك منها، بقسم الصفحة وبطبق الحالتين بتوعي. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى، تعالى بيقول لك إذا تحرك جسيم بسرعة ابتدائية عن صفر، ماشي، وكانت سرعته النهائية هي عين 100. بيقول لك إيه بقى، عين على عين صفر زائد عين صفر على عين باتنين. خد بال حضرتك، عين على عين صفر معكوسها الضرب أصلا عين صفر على عين بتساوي كام؟ هو قالك بتساوي 2. طب إيه العدد اللي أجمعه مع معكوسه الضربي يدينا 2؟ يعني مثلا بص تعالى كده، لما اجمع 2 مثلا مع معكوسها الضرب اللي هي نص تدينا 2 ونص. لما اجمع 3 مع معكوسها الضرب مثلا اللي هو تلت تدينا 3 وتلت، صح؟ جمع انت بقى. طب ما هو خد بالك، وما فيش الا رقم واحد في الرياضه هو اللي ينفع. ايه هو بقى العدد اللي انا اجمعه مع معكوسه الضربي يدينا الاثنين؟ مفيش الا الواحد. لازم ده يكون بواحد كله وده يكون بواحد. اشمعنى؟ عشان واحد ومعكوسه الضرب واحد يدينا 2. يبقى المفروض عين على عين صفر بتساوي عين صفر على عين بتساوي كام بقى؟ ها قول كده، قول بقى كده، المفروض تساوي كام؟ انطق واحد، مش بتساوي 2 بقى، لان دي لما تساوي واحد ودي لما تساوي واحد اجمعهم يدينا 2. طب الطريقة التانية، وحد مقاماتك بس هيظهر معادلة تتحلل معاك. طب ما دي اسهل بقى. طب خلاص، طب انا لو عملت مقص هنا، هيعمل مقص هيبقى العين بتساوي العين صفر. يعني سرعته النهائية شبه سرعته الابتدائية. ده الراجل كده ماشي، خدوا بالكم، بسرعة منتظمة ما بيغيرش، بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، صح؟ وطالما السرعة منتظمة يا شباب يبقى العجلة بتساوي صفر. وده سؤال جامد جدا، خلي بالك منها بقى، خلي بالك منها لأن المسألة دي مهمة. لما أجمع عدد مع معكوسه الجمعي 2 وهو مفيش إلا عدد واحد اللي هو كام؟ الواحد، صح؟ فلازم ده يساوي ده يساوي واحد. عملنا مقص يبقى عين بتساوي عين صفر. معنى ان عين بتساوي عين صفر يبقى الجسم ماشي بسرعة منتظمة، مسافات متساوية في أزمنة متساوية، خلاص السرعة ما بتتغيرش. يبقى العجلة بتساوي كام؟ يبقى العجلة بتساوي صفر. السؤال اللي بعده بيقول لك يتحرك جسم بسرعة ابتدائية هو مسميها لك عين صفر. يبقى عين صفر بعين صفر، حاضر، يبقى عين صفر بعين صفر، ايه المشكلة يعني؟ وبعجلة منتظمة ج، يبقى الجيم بج، وسرعة نهائية عين برضه. وكان، بص بقى يا معلم، عين النهائية ناقص عين الابتدائية ب10، حلو، وجذر ج ف بتساوي 20. طب ما تيجي نربع الطرفين اهو كده بالمرة. ربع الطرفين يبقى ج ف بتساوي كام بقى؟ بتساوي 400 بالمرة يعني عشان لو احتاجناها يعني. طب تعال نشوف بقى، هو عايز يحسب العين على عين صفر. العين على عين صفر، طب ما احنا لازم نجيب له الاتنين. صلوا لنا على النبي بقى كده يلا عليه الصلاة والسلام. هنا المسألة ما فيهاش زمن، فهستخدم أنهي قانون اللي هو عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. عين النهائية تربيع أنا ما أعرفش أي حاجة عنها، صح؟ سيبها زي ما هي يا عم، عين تربيع بتساوي عين صفر، هو قال لي والله بعين صفر زائد 2. طب الجيم في الف، الجيم في الف ده ممكن أشيل أحط مكانها 400، حاضر، صح ولا ايه؟ ايوه طبعا مظبوط. بص بقى يا باشا، بص هودي ده بعكس الاشاره. اشمعنى توديها بعكس الاشاره؟ ما انا عشان هوصل لحاجه دلوقتي انا عايزها. ودي بعكس الاشاره كده، هيبقى عين تربيع ناقص عين صفر تربيع بتساوي كام؟ ادي الاتنين في 400، ادي كده كام؟ 800. طب ايه رايك لو حللت ده؟ ها صح ولا ايه؟ فرق بين مربعين، هنا عين وهنا عين، وهنا عين صفر وهنا عين صفر، واحد بالموجب واحد بالسالب. طب يلا، انت عندك عين ناقص عين صفر ب10، يبقى شيل ده وحط 10.
يلا اقسم هنا على 10 واقسم هنا على 10، يبقى أول معادلة عين زائد عين صفر هتساوي كام معاك بقى في الآخر؟ هتساوي 80. دي أول معادلة. طب فين المعادلة؟ أنا عايز معادلة أحطها تحتها وأكتبها بالحذف، ما هي موجودة فوق أهي. عين ناقص عين، ما أنت طالما طلعت معادلة لازم معادلة تانية تحلها معاها. يبقى عين ناقص عين صفر بتساوي كام؟ 10. طب يلا بالحذف، يلا ديت مع دي، يبقى عين وعين هيدينا 2 عين و80 و100، دي كده 180. هيطلع لك العين في الآخر، العين تطلع معاك في الآخر كام بقى؟ على الاتنين وعلى الاتنين، يبقى العين هتطلع معاك ب90. صح ولا إيه؟ هو هنا كام؟ هنا عين ناقص عين صفر تديك 10. هنا 80، هنا المفروض ب90 بقى، صح؟ احنا كتبنا 180 ليه؟ 90 بقى، وعلى الاتنين وعلى الاتنين يبقى العين بتساوي. تعالى نمسحها بقى وشيك لك الدنيا بقى كده. تعال، الغلطة في الرياضة خدوا بالكم بنت لذين، ادي الرقم اهو ممكن يضيع المسألة كلها. يلا تعال، يبقى احنا عندنا 2 عين بتساوي 80 و10 اللي هي كام؟ 90. على الاتنين وعلى الاتنين يبقى العين بتساوي 45. روح بقى عوض في المعادلة الأولى في المعادلة التانية، مكان العين اهو ب45 ووديها بعكس الإشارة، تطلع عين صفر معاك ب35. هو كان عايز بقى، عايز يقسمهم على بعض، خلاص يا عم اقسم له عين على عين صفر. العين اللي هي 45 والعين صفر اللي هي كام؟ 35. شوف بقى على الكام؟ على التسعة ولا على على الخمسة فوق وعلى الخمسة تحت، تطلع في الآخر معاك 9 على السبعة. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ تحرك جسيم بسرعة ابتدائية ما، ماشي يعني مش عارفين، ماشي، وبعجلة منتظمة قطع في الثانية الثالثة مسافة 20 متر. ستوب، دي الثانية النونية. طب يكتب القانون بقى اللي انت حافظه. ف على نون اللي هو على واحد بقى بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمنة. الثانية التالتة بدايتها 2 ونهايتها 3، يبقى 2 زائد 3 على 2 اللي هو 2 ونص. اركنها على جنب وسميها 1 اهو. ثم قطع في الثانيتين الخمسة والستة، يبقى ف على الاتنين ثانيتين بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمنة. الثانيتين الخمسة والستة ارجع خطوة صغيرة، يبقى 4. يبقى 4 زائد 6 على الاتنين اللي هتطلع كام بقى؟ 4 زائد 6 10 على 2 فيها كام؟ فيها الخمسة. طيب وبعدين نضرب الاتنين هنا ولا هو قال ايه بقى؟ هو مش قال في الثانيتين؟ خلاص، طب ما نضرب الاتنين جوه اهو. هو مدينا عين صفر لا وفوق ولا لا؟ لا مش مدينا برضو عين صفر. طب اضرب يا عم يلا. واحنا ما عوضناش بالفه، الفه فوق كانت ب20. خلاص تعالى نمسح ده ونحط مكانها 20. تعالى نمسح ده ايه ونحط مكانها 20 اهو. احنا نسينا نعوض دي، يبقى هنا 20 اهي. والفيه تحت بكام بالمرة؟ الفيه تحت ب60 على الاتنين يبقى فيها 30. يلا نمسحها ونكتب مكانها 30. خليك معايا، فكر معايا واحدة واحدة كده اهو. ايوه كده احنا بنفكر سوا، احنا بنفكر سوا. ادي 30 اهو. حلهم بالحذف او حلهم بالآلة. طب ما بالآلة احسن موت. 5 3 1 يساوي 2 ونص يساوي وبعدين 2 يساوي 1 يساوي 5 يساوي 30 يساوي. هيطلع مع حضرتك في الآخر الجيم هتطلع معاك في الآخر بتساوي 4. اعملها بالآلة هتطلع معاك في ثواني بقى. 4 اللي هو الاختيار بقى اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ برضه من الأسئلة المهمة جدا، أسئلة تخوفك كده يعني. بدأ جسيم الحركة بسرعة ابتدائية عين صفر وبعجلة ج سنتيمتر على الثانية تربيع في نفس اتجاه سرعته الابتدائية يبقى بالموجب حتى وصلت سرعته النهائية، يعني عين النهائية بتاعته ب100 ناقص العين صفر. سهلة سهلة إن شاء الله. والفه بتساوي 10 متر وانت ماشي المسألة سنتي. طب ما متر سنتي بنضرب في 100، خلاص يبقى 100 بقى ايه؟ 100 سنتي. فإن الزمن يعني نون بتساوي، ما عندناش عجلة. ايه القانون بقى؟ ما انت حافظه. ف بتساوي عين زائد عين صفر على الاتنين في نون. الف 100. عين النهائية ده اهي، ما انا ممكن اعوض مكانها من هنا بقى اللي هي كام بقى؟ 100 ناقص عين صفر وكان في زائد عين صفر اكتب على الاتنين في النون برضو ما اعرفهاش. طب ما عين صفر اللي بالموجب تضرب مع عين صفر اللي بالسالب، يبقى 100 بتساوي 100 على الاتنين دي كده 50 نون على 50
على 50. ال50 هتطير مع ال50، يبقى النون بتساوي كام يا شباب؟ النون بتساوي 20 ثانية، اللي هو الاختيار ب. السؤال اللي بعده، احنا رحنا فين بقى؟ هو ده السؤال اللي كان على الدكتور. احنا عندنا مسألتين، هي دي. جسم يتحرك في خط مستقيم بعجلة ثابتة، ماشي، برضو نفس الفكرة، فتحرك 10 متر في الثانية الأولى. ستوب ستوب ستوب، 10 متر في الثانية. فك القانون بقى بتاع عين ميم، صح، اللي هو فيه على نون. ما هو الفيه هنا اللي هو بكام؟ 10 على نون بقى اللي هي بواحد، مش هكتبها، بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط الأزمن. الثانية النونية بعمل فيها كده، الثانية الأولى بدايتها صفر ونهايتها واحد، فصفر زائد واحد على الاتنين اللي هي هتديك نص، اللي هو 5/10. اركنها على جنب، سميها المعادلة رقم واحد، وعوضنا بالمسافة هي بقى. وبعدين قطع 15 متر في الثانية التانية. الثانية بكام؟ التانية. حاضر، يعني هكتب فيه اللي هي 15 ثانية، ثانية واحدة، ثانية، يبقى هنا على واحد بتساوي عين صفر زائد ج في متوسط. الثانية التانية بدايتها واحد ونهايتها اتنين، واحد زائد اتنين على اتنين اللي هي واحد ونص. ما الآلة حاسبة ولخصوا نفسكوا بقى. يلا مود 5/3، قول لي كده. هتطلع العين صفر ب7.5. 7.5 يا أستاذ بقى، أنت ماشي المسألة متر، يبقى دي متر على الثانية. وهتطلع الجيم بتساوي 5 متر على الثانية تربيع. إيه المطلوب؟ أنا عايز المسافة في الثانية التالتة، ماشي. أكتب القانون برضه، يبقى ف على الثانية واحد تساوي عين صفر، ما أنت لسه جايبها أهو، زائد ج 5 في متوسط الأزمنة. الثانية التالتة بدايتها 2 ونهايتها 3، يبقى 2 زائد 3 على الاتنين، يبقى 2 زائد 3 5 على الاتنين اللي هي 2.5. بالآلة بقى واحسب كل ده، هتطلع معاك في الآخر كام؟ 20 متر، اللي هي الاختيار ألف. السؤال اللي بعده، ركز عشان السؤال ده مهم. يلا واحدة واحدة كده، أنا معاك أهو. يتحرك جسمان على نفس الخط الأفقي، ماشي، يعني احنا عندنا خط أفق أهو، ويتحرك جسمان على نفس الخط الأفقي. تعال ما أدلعك بقى وألون لك بقى، تعال. يتحرك جسمان على نفس الخط الأفقي، كل منهما في اتجاه الآخر. يعني واحد رايح في وش التاني، يعني لو سمينا هنا مثلا الجسم ألف وهنا باء، وكل واحد رايح للتاني، يعني ده رايح كده والتاني رايح كده، كل منهما في اتجاه الآخر، ماشي. في معلومات بقى نكتبها عن البداية هنا، ومعلومات نكتبها عن النهاية، ماشي. ومن نقطة ألف، بص بقى من نقطة ألف بسرعة ابتدائية، أنا هكتب المعطيات أهو. يبقى عين صفر هنا بتساوي 8 متر على الثانية بعجلة مقدارها وعجلة مقدارها كام؟ 3/4 متر على الثانية تربيع. حاضر، يبقى الجيم من هنا بتساوي 3 على 4 متر على الثانية تربيع في اتجاه سرعته. حاضر، يعني في الاتجاه ده. ايه تاني بقى بعدها؟ بيقول لك بعدها وتحرك الجسم التاني بقى، اتحرك كده بسرعة ابتدائية عين صفر بتساوي 4 متر على الثانية، وعجلة، يبقى الجيم بتساوي 5 على 4 متر على الثانية في اتجاه سرعته، يعني ماشي اهو. وألف ب ده هي كلها ب64 متر. ألف ب ده هي كلها ب64 متر، وقال المسافة بينهم. بيقول لك فإن الجسمان يتصادمان بعد كام ثانية، يعني هو عايز الزمن، صح كده؟ بيقول لك هما هيتقابلوا هنا، هو امتى؟ امتى هيتقابلوا هنا؟ صلينا على رسول الله بقى كده، لان انا مش عارف للاسف يعني الزمن بالظبط اللي هما هيتقابلوا فيه، بس اللي انا عارفه ان دي كلها ب 64. يعني هو بيقول لك ده هيتحرك مسافة قد ايه في كام ثانية، وده هيتحرك في وقت قد ايه عشان يتقابلوا. فانا للاسف عايز الزمن هنا وعايز الزمن هنا. طيب انا ما اعرفش المسافات دلوقتي، يعني ما اعرفش دي بكام ودي بكام، ما اعرفش المسافة ده هي بكام وده هي بكام، ما هو دي مش في النص. خلاص هنسمي دي وليكن فيه واحد، هنسمي دي وليكن فيه واحد، وهنسمي دي وليكن فيه اتنين. ما اعرفش دي بكام ودي بكام، بس اللي انا اعرفه ان فيه واحد زائد فيه اتنين هتساوي 64، صح كده؟ فيه واحد زائد فيه اتنين بتساوي 64. تعال نحسبهم ونطلع المسافة، وبعدين ربنا يسهلها بقى ايه، ونشوف النون دي هتيجي ازاي. يبقى دي فيه واحد اهي، فيه واحد اللي هو عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، هقعد على طول بقى هنا اهو، عين صفر في نون يبقى 4 نون زائد نص في الجيم 5 على 4
في النون تربيع، اصلا ده انا عايز احسب النون اهو، زائد فكرة المسألة في السطر اللي بالاسمر ده، فيه 2 اهو، هناك اهو، هناك اهو المعطيات هناك اهي، بتساوي عين صفر نون يبقى 8 نون، زائد نص في الجيم 3 على 4 في النون تربيع، وكل ده بيساوي 64. يبقى انا عملت ايه؟ انا ما اعرفش المسافة دي بكام والمسافة دي بكام، لازم احسب كل واحدة، ما انا عارف الزمن اتقابلوا فيه ازاي، واحدة واحدة بقى. يبقى هنا كام بقى يا شباب؟ يبقى هنا 4 نون، زائد بسط في بسط مقام في مقام، يبقى 5 على 8 نون تربيع، زائد وهنا 8 نون، زائد بسط في بسط مقام في مقام، 1 في 3 ب3 والاتنين في 4 ب8 نون تربيع، كل ده بتساوي كام بقى؟ 64. تعال نحسب اللي فيهم نون تربيع، 5 على 8 نون تربيع زائد 3 على 8 نون تربيع، تطلع 8 على 8 نون تربيع اللي هي 1. ايه تاني؟ 4 نون و8 نون هيدينا 12 نون، بنجمع المتشابه بقى. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه ندخل ال 64 جوه بعكس الاشاره، ناقص 64 بتساوي صفر، نفتح قوسين يلا ونحلل عشان نجيب النون. يلا هنا نون وهنا نون، كام في كام يدينا 64 بفرق 12، 16 في 4، او احسب بالآلة يا عم على طول، دي سهله. الاخير سالب، الكبير هياخد الاشاره اللي في النص والتاني عكسه، يبقى النون بسالب 16 ومفيش زمن بالسالب، مرفوضه. او الزمن بتساوي كام؟ 4. الحمد لله، نون ب4 ثواني، يعني بعد 4 ثواني الجسمين هيخبطوا في بعض، اللي هي الإجابة إيه بقى؟ اللي هي الإجابة بقى. السؤال اللي بعده، تعال نجيب ديت، فين بيقول لك إيه بقى؟ قذفت كرة أفقيا في عكس اتجاه الرياح. على فكرة السؤال ده عايز حد فاهم شوية، عايز حد فاهم ديناميكا أوي 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 يعني. قذفت كرة أفقيا في عكس اتجاه الريح بسرعة ابتدائية 15، صح ولا ايه؟ 100. عايز افهمك حاجة بقى، في اتجاه الريح يعني اعتبر يا عم في مروحة، يعني انا بزق الكرة في اتجاه مروحة في ريح مثلا، وليكن المروحة بتاعتنا ايه؟ المروحة بتاعتنا ايه؟ حلو. وانا قذفت الكرة وليكن ايه؟ دي الكرة وده الريح اهو، الريح جاهو. تعال لما افهمك اكتر بقى، بيقول لك قذفت كرة في عكس اتجاه الريح، يعني كده بسرعة ابتدائية 15 سنتيمتر على الثانية، كلام جميل. فتحركت بتقصير، صح؟ يعني الجيم هنا سالبة، سالب 5 سنتيمتر على الثانية تربيع. فإن المسافة الكلية مسافة كلية التي تقطعها الكرة خلال 5 ثواني. صلينا على رسول الله بقى عشان عايز أفهمك حاجة. انا عايز اعرف ال5 ثواني دولت، ما هو بص كده بالعقل، لما في كوره تزقلها عكس اتجاه الريح، ما هو بص هتمشي شويه كده وبعدين الريح هيقوم زقها وراجع تاني، صح؟ صح ولا ايه؟ اه والله، لما تزقل الكوره في اتجاه الريح هتقوم مزقوله كده اهو، وبعدين في لحظه من اللحظات هتقوم واقفه وقوم عكس اتجاه تاني، الريح قويه بقى. طب ال5 ثواني دول، طب انا عايز اعرف هل في ال5 ثواني دول يعني هتروح في قد ايه وترجع في قد ايه؟ يعني هو بيقول لك في 5 ثواني، صح؟ هو في 5 ثواني، طب دي كلها ب5 ثواني. طب ما هي ممكن مثلا، بص كده انا بفهم معاك، ما هي ممكن تروح في 3 ثواني والريح تصدها وتقوم راجعة في ثانيتين، ممكن تروح في 4 ثواني والريح تصدها فترجع ثانية، صح كده ولا ايه؟ ما عمرها ما تروح ال5 ثواني، ده هي في لحظة من اللحظات هتقوم راجعة. ما هو المشكلة بقى ال5 ثواني دولت مش بتوعها كلها بقى. تعالى بقى نشوف هما يعني فين الزمن المعين اللي هتقف فيه وترجع، واحدة واحدة بقى. صلى على النبي، أنا لازم أجيب، أنا بقى دلوقتي أنا لازم أجيب الحتة ديت دلوقتي. فأنا هعمل إيه؟ هروح أشوف أقصى بعد هتوصل له إيه، أقصى حاجة هتوصل لها إيه. يلا، عايز أعرف الزمن اللي هتمشي فيه شوية كده أهو وتقوم راجعة تاني، عايز أعرف بقى هو هيبقى بكام. صلى على رسول الله بقى كده. المعطيات عندك ايه؟ عندك عين صفر ب15، وعندك الجيم سالبة واتحركت، بيقول لك قذفت كرة في عكس اتجاه الريح. عندك العين النهائية، ما هو بص كده، ما هو في لحظة من اللحظات هتقف وترجع، يبقى عين النهائية كمان بصفر. تفهم معايا؟ في لحظة من اللحظات هنا هترجع تاني. يلا نستخدم بقى انهي قانون؟ عندنا عين صفر
وعندنا جيم وعندنا العين. اول قانون عين، انت بتجيب ايه دلوقتي يا استاذ؟ انا بعرف الزمن يا حبيب قلبي اللي هي تقف عنده وترجع. عين بتساوي عين صفر زائد الجيم نون. طب العين النهائية بكام؟ صفر، وعين صفر ب15 زائد الجيم اللي هو سالب 5 في النون. ودي بعكس الإشارة يا باشا وقسم على الخمسة، يبقى نون بتساوي 3 ثواني. الله، يعني لما تيجي عند 3 ثواني الريح هتقوم زقاها وراجعة. الله أكبر، يعني النون اهو والله بثلاث ثواني. يبقى هي هترجع في كام ثانية؟ هم كلهم 5 يا ولد. يبقى النون هنا بكام؟ بثانيتين. الله على جمال الرياضة، الله على جمال الرياضة. يبقى النون هنا بكام؟ بثانيتين، واحدة واحدة. يعني هو راحت هنا اهي ورجعت تاني. هو عايز بقى المسافة الكلية. عايز ايه يا ولا؟ المسافة الكلية، يعني المسافة ده من هنا لهنا بكام لحد ما الريح خبطتها، وبعدين المسافة من هنا لهنا اهو بكام. يعني في المسألة يا أستاذ مسافتين؟ في المسألة مسافتين. يلا المسافة من هنا لهنا. طب المعلومات اللي فوق الأول إيه؟ المعلومات اللي فوق أنت عندك عن صفر ب15 وعندك الجيم سالبة وعندك النون. يلا الفه بتساوي اهي في المسافة الأولانية بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. يبقى الفه الأولانية عن صفر ب15 والنون ب3 ثواني، ده لو ما كنتش جبتها كنت اتسوحت، زائد نص في الجيم سالب 5 والنون تربيع اللي هي بكام بقى؟ النون تربيع اللي هي ب9. احسب ده تطلع 22 ونص. طيب ماشي، لسه في مسافة تانية اللي هي الحتة ده اللي هترجعها بقى. المسافة التانية هجمعها مع ده. انت ممكن تكون شاطر شوية، ده لسه في رقم هيتجمع مع 22 ونص صح؟ يبقى اكيد مش 22 ونص، ده هتزيد عن 22 ونص. واكيد مش ده، بقول لك هتزيد عن 22 ونص، واكيد مش ب، يبقى اكيد ايه؟ ج. بس تعالى نحسبها برضه. طب فيه 2، فيه 2 بقى وهي راجعه، وهي راجعه لو جدع كده كده العين النهائيه هنا بتاعتها بكام؟ صفر. عين النهائيه هنا هتعتبر ابتدائيه للجديده، يبقى عين صفر هنا بكام؟ بصفر. طب والجيم هنا بالسالب ولا بالموجب؟ الجيم هنا على فكرة هتبقى بالموجب، لأن اتجاه الريح كده وهي راحة هتمشي بقى في عكس اتجاه الريح، وهي كانت راحة في الأول كانت راحة في العكس، لما ترجع الريح يرجعها في عكس اتجاهها. يبقى جيم هنا ب5. يبقى فيها 2 بتساوي عين صفر، عين صفر بصفر زائد نص والجيم ب5 والنون تربيع اللي هي بكام؟ ب4. هتطلع دي معاك في الآخر 10. الأربعة في 5 ب20، نص ال20 كام؟ 10. يبقى 22 ونص زائد 10 اللي احنا اخترناه فوق كام؟ 32 ونص. أسئلة مهمة على فكرة، الأسئلة ديت أسئلة مهمة جدا. السؤال اللي بعده، يلا بسم الله. معلش احنا بنتعب شوية، الموضوع مرهق بس هتعمل ايه؟ عايزين نشطر شوية بقى. بيقول لك عايز العجلة، مش العجلة معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن؟ ما هو معدل التغير يا باشا يعني الميل صح كده؟ ما هو سرعة وزمن يعني عجلة. هتلاقي زوجين مرتبين. يلا صفر وروح اخبط في الخط تلاقي نفسك عند الخمسة، يبقى صفر وخمسة. ايه تاني؟ 3 وهتروح تخبط هنا تلاقي نفسك عند الاتنين، يبقى كام بقى؟ 3 واتنين. فرق الصوت على فرق السينات يبقى كام بقى؟ 5 ناقص 2، امسح دي بقى. 5 ناقص 2 على صفر ناقص 3 فوق 3 وتحت سالب 3 تطلع كام؟ سالب 1 اللي هو الاختيار بقى، اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده كانت ايه؟ خلاص. بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك أي من منحنيات السرعة الزمن، يعني دي عجلة أكيد، يمثل حركة جسم يتحرك عين صفر أكبر من الصفر وجيم أصغر من صفر. جيم أصغر من الصفر يعني الحركة تقصيرية، يعني الخط جاي من الشمال وبيصنع زاوية منفرجة. هي ده، هو ده اللي الخط جاي من الشمال وبيصنع زاوية منفرجة، زاوية منفرجة، زاوية منفرجة. أما هنا الزاوية حادة، عرفت إزاي؟ شد خط كده الزاوية حادة أهي، هنا الزاوية حادة اهي. هنا أصلا الحركة منتظمة، المفروض هنا أصلا الجيم بصفر في الرسمة الأخيرة، يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يبقى الجيم أصغر من الصفر، يبقى الخط جاي من الشمال وبيصنع زاوية إيه؟ وبيصنع زاوية منفرجة. يلا مهمة دي برضه. بيقول لك إيه بقى هنا؟ جسم يتحرك في الاتجاه الموجب لمحور السينات بعجلة منتظمة قدرها 2 متر على الثانية تربيع. عجلة منتظمة؟ ده منتظمة يا ولد. يعني أقصد أقول لك إن هي بتزيد 2 متر على الثانية كل ثانية. بص كده، بتزيد 2 متر على الثانية لكل ثانية. أول حاجة بيقول لك الجسم بيتحرك 2 متر كل ثانية. يا باشا أنا بتكلم على عجلة، ما هو متر على الثانية دي معناها سرعة على فكرة. أنا بتكلم على عجلة، يبقى دي غلط. الجسم يتحرك بسرعة 2 متر، أنا بتكلم على عجلة،
دي غلط. تتناقص ازاي؟ لا مستحيل. ما انا بقول لك إيه، بعجله منتظمه، انا ما قلتلكش سالب بقى. يبقى بتزيد 2، بص 2 متر على الثانيه كل ثانيه. يد مش العجله المقام بتاعها بيكون فيها وحدتين زمن، متر على الثانيه تربيع، ما هي ثانيه وثانيه اهي بقى. يبقى بس ده التعريف بتاع العلم يعني، ان هي بتزيد 2 متر على الثانيه كل ثانيه. تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعده، ركز بقى في السؤال ده. بيقول لك إذا كانت المسافة من ألف إلى باء بتساوي كام؟ 50 متر. أهو واحدة واحدة كده. أهو المسافة من ألف وهنا ب كلها ب50 متر. حاضر. وتحرك جسم من ألف في اتجاه الب من السكون. من ألف في اتجاه الب، يعني الجسم راح كده. يبقى عين صفر بصفر بعجلة جيم اللي هي 2 متر على الثانية. وبعد أن قطع نص المسافة، يعني هسمي مثلا نص المسافة هنا وليكن د. نص المسافة يبقى أكيد هنا 25 متر وأكيد هنا 25 متر. بعد لما قطع نص المسافة أنا أهو عند الدال، توقفت العجلة. أنت عارف يعني إيه أصلا توقفت العجلة؟ يعني الراجل ضرب فرامل. يعني ده هي الحتة اللي بعدها تبقى اسمها سرعة منتظمة. ما هو توقفت العجلة يعني المسافة اللي هيمشيها بعدها هتبقى سرعة منتظمة بقى، وأنا قايل لك كلمة توقفت العجلة يبقى هيمشي بعدها سرعة منتظمة. يعني في الحتة التانية ده هي افتكر المثلث يا معلم، وهنا ف وهنا عين وهنا نون. تمام. طالما قال توقفت العجلة بقى، طب انت هتعمل ايه بقى؟ زمن الرحلة كلها من ألف لب. هنجيب الزمن هنا وهنجيب الزمن هنا ونجمعهم، صح؟ بس خلي بالك بقى، تعال نجيب الزمن هنا الأول كده. ما هو عشان أجيب الزمن برضه لازم أعمل إيه الأول؟ وبعدين إحنا عايزين عين اللي هنا اللي هتقعد ابتدائي هنا، فتعال نجيب الزمن الأول نشوف. تعال نستخدم الف. أنا في المرحلة الأولى ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. أنت استخدمت ده ليه يا أستاذ؟ ما أنا عندي مسافة يد وعين صفر وجيم. طب المسافة بكام؟ ب25. وعين صفر بصفر فدي طارت نص، والجيم ب2 في نون تربيع معرفهاش، دي الطول مع ديت، والجذر التربيع للطرفين يبقى النون بتساوي 5 ثواني. يبقى يبقى الحتة ده نون بتساوي 5 ثواني، يبقى أنا هكتب فوق 5 زائد. أنا جبت المسافة النون ده ب5 ثواني، فاضل بقى التانية العين انت عايز هنا ايه؟ النون صح؟ في الحتة التانية، ما هو طالما قال سرعة منتظمة، ما هي النون بتساوي ف على عين. الفه معروفة ب25. فين العين بقى؟ ما هي عين النهائية لده اهي تعتبر ابتدائية للمرحلة الجديدة. لازم اجيب عين النهائية للمرحلة الأولى عشان تعتبر ابتدائية للجديدة. طب ما تجيب يلا عين النهائية. طب يلا، ما انت في المرحلة الأولى برضو عين بتساوي عين صفر زائد الجيم نون. عين صفر بصفر زائد الجيم بكام؟ 2 والنون ب5 تطلع بكام؟ ب10. يبقى دي عين النهائية هنا تعتبر ابتدائية هنا تبقى كام بقى؟ 25 على 10 اللي هو 2 و5 من 10. يبقى 5 زائد 2 و5 من 10 اللي هو كام؟ 7 و5 من 10. من الأسئلة المهمة على فكرة. السؤال اللي بعده بيقول لك بدأ جسم حركته من السكون. يبقى عين صفر بكام؟ عين صفر بصفر. ماشي هكتبها اهو، عين صفر بصفر. مهم. فبلغت سرعته عين، يعني العين النهائية اسمها عين، فإن المسافة اللي بيقطعها في الثانية الأخيرة. أنت أصلا ما قالكش الثانية بكام عشان تعرف الثانية الأخيرة بكام. بس أنا معلمك حاجة بقى، لو الثانية الأخيرة معرفهاش اسمها نون، يبقى اللي قبلها اسمها إيه؟ اللي قبلها اسمها نون ناقص واحد، صح؟ ما هي لو دي 5 يبقى قبلها 4 ناقصنا 1، لو دي 6 يبقى قبلها 5. عارف بقى الزمن ده بيجيب ازاي؟ في ناس حافظاه اللي هو يبقى نون ناقص نص، او انا عارف نون بجمع واقسم على الاتنين، نون زائد نون ناقص واحد على الاتنين، يبقى 2 نون ناقص واحد على الاتنين. جزأ ده على ده وده على ده، 2 على الاتنين هتطرب بقى نون ناقص نص. يبقى متوسط الازمنه كام؟ نص. اكتب القانون عين صفر. ولا هو جبها لك ازاي؟ بيقول لك عين النهائيه الشاحن ده لو فصل كل ده هيضيع مننا ساعتها بقى ايه؟ مش عارف ربنا هعمل فيكوا ايه. واحدة واحدة كده. يلا بسم الله. يلا بقول لك عين صفر بتساوي ايه؟ عين صفر بصفر.
طيب هو بيقول لك عايز في الثانية الأخيرة، ما تكتب القانون بتاع الثانية النونية بقى اللي هو ف على نون اللي هو واحد بتساوي عين صفر اللي هو صفر زائد جيم في متوسط الأزمنة اللي هو كان بقى اللي هو نون ناقص نص. المسألة دي فيها خبز كبير خد بالك. يبقى الفيه بتساوي نون ناقص نص في الجيم. لو دخلت الجيم جوه ووزعت مش هتلاقيها في الاختيارات. بص كده في الاختيارات، ده الراجل جايب عين. هو احنا يا ولاد هنا ظهر لنا عين؟ ده ظهر يا استاذ فيه بتساوي نون ناقص نص في جيم. والراجل ده جايب العين دي منين؟ ده الراجل هنا معلم ابن معلم. ده هو هيخليك تطبق القانون ده هو الاول عشان تجيب منه عين. عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. يا باشوات اللي احنا طلعنا فيه نون ناقص نص جيم، فين في الاختيارات نون ناقص نص؟ ده هو شايل النون وحاطط مكانها عين. طب فين بقى ان شاء الله؟ تعال نشوفها بقى. ما احنا هنستخدم القانون ده اهو، نجيب منه عين بكام بقى؟ كده كده عين صفر بصفر، وعين النهائية معرفهاش. طب الجيم برضو معرفهاش، والنون والمصحف برضو معرف. هات النون من اهو بقى. عشان تجيب النون اقسم هنا على جيم واقسم هنا على جيم، دي هتطير مع دي. يبقى النون عين على جيم. يبقى هروح اعوض اهو بقى مكان النون بعين على جيم. مكان النون بعين على جيم ناقص نص وهنا جيم. دخل الجيم جوه يا باشا. عين على جيم لما تتضرب في جيم يبقى عين، ونص في جيم يدينا نص جيم. يبقى فين بتساوي عين ناقص نص جيم اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ بدأ جسم حركته متحركا. بدأ جسم من السكون، يعني عين اللي بتبقى بصفر. حاضر، عين صفر بصفر بعجلة ثابتة. فإن النسبة بين المسافة اللي هيقطعها في الثانية الخامسة إلى، يعني هو عايز أهو مسافة هيقطعها في الثانية الخامسة على المسافة اللي هيقطعها في الخمس ثواني الأولى. طب ما واحدة 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 يا ولد. هو عايز المسافة اللي بيقطعها في الثانية الخامسة، أروح أجيبها له الأول. يلا، فاكر على واحد في الثانية الخامسة أهو، دي من حد هنا كده مسألة بتساوي عين صفر اللي هو بصفر زائد جيم في متوسط الأزمنة الثانية الخامسة بدايتها 4 ونهايتها 5. يبقى اقسمهم بقى، اجمع واقسم على الاتنين تبقى 4.5 جيم. يبقى أنا طلعت البسط ب4.5 جيم. طب المسافة اللي هيقطعها خلال الخمس ثواني الأولى. طب تعالى، ما هو على كام؟ هاي على 5 صح يا واد ولا ايه؟ ايوه يا استاذ فيها على 5. الخمس ثواني بتساوي عين صفر بصفر زائد جيم في متوسط الأزمنة. شو هما 5 ثواني؟ بدايتهم صفر لحد 5. صفر زائد 5 على الاتنين اللي هي 2.5. مظبوطة دي. اعمل مقص بقى عشان تجيب فين. اضرب دي في دي. يبقى الفي بتساوي 2.5 لما تضربها في 5 يبقى 12.5 جيم. اطلع عوض فوق. يبقى 4.5 جيم على 12.5 جيم. الجيم تطير مع الجيم، يبقى 4.5 على 12.5 اللي هي تطلع معاك كام؟ 9 على 25. الحمد لله، فاضل 3 مسائل بس. يلا، بيقول لك ايه بقى؟ الشكل المقابل يمثل، ده فاضل مسألتين بس، يمثل العلاقة بين السرعة اللي هي متر على الثانية نون، يعني لجسم يتحرك في خط مستقيم لمدة 5 ثواني. ماشي، وبعدين يعني تقصد هنا ان النون كلها ب5 ثواني؟ فإن الإزاحة التي يقطعها الجسم خلال الفترة الزمنية. أنا عايز أعرف السرعة الابتدائية بكام، لو حد جدع يقولها لي. عايز تعرف السرعة الابتدائية بكام؟ روح عند الزمن بصفر، شوف هتخبط في الخط فين، دي السرعة الابتدائية. عند الزمن بصفر، شوف هخبط في الخط فين، أهي. عند الزمن بصفر هخبط في الخط ده، أيوه دي السرعة الابتدائية. أهي. طب لو جدع فين السرعة النهائية؟ السرعة النهائية خالص أهي فوق أهي، شوف آخره هنا، يبقى دي السرعة النهائية. يبقى السرعة الابتدائية هنا عند الزمن بصفر، طلعت لقيت نفسي عند ال10. طب والسرعة النهائية فوق 20 متر على الثانية. اكتب انت هنا بقى متر على الثانية. هو عايز ايه بقى؟ عايز الإزاحة اللي بيقطعها الجسم. هو في هنا عجلة يا ولا؟ لا. خلاص، يبقى الفه بتساوي عين زائد عين صفر على 2 في نون. احفظ القوانين بقى شوية بقى. يبقى كام بقى؟ 20 زائد 10 على الاتنين في الخمسة. احسبها تطلع معاك في الآخر 75 متر. آخر سؤال معانا وركز فيه بقى واحدة واحدة كده. بيقول لك الشكل المقابل يمثل منحنى السرعة الزمن. يبقى هو بيتكلم هنا عن العجلة. السرعة زمن يعني عجلة يعني. ماشي. لسيارة تتحرك في خط مستقيم، فإن المسافة خلال أول 15 ثانية، يعني هو عايز من هنا لهنا،
احنا هنجزأها حتتين، هنجيب له ده الأول، المسافة بتاعت ده الأول، وبعدين نجيب له المسافة من هنا لهنا الأول. طيب امسك لي بقى في المسافة من هنا هو الأول كده. على فكرة ده خط مستقيم صح؟ ما هو الخط المستقيم ده هو يا ولاد يعني السرعة بتاعته ثابتة. يعني افتكر المثلث يا أستاذ؟ يعني بص الحتة دي، الحتة اللي كانت خط ده أمسكها لوحدها صح؟ هنا افتكر المثلث لأن خط مستقيم السرعة ثابتة. هنا ف وهنا عين وهنا نون. طب ما أنا ممكن أجيب لك المسافة أهو. المسافة بتساوي إيه؟ سرعة في زمن. طب السرعة هنا كانت كام؟ كانت 10. والزمن، ما انا بقيس الزمن من هنا لحد هنا اللي هو كان بقى 10 برضه اهو، يبقى 10 في 10 هتساوي 100. يبقى هنا 100. لسه هجمع عليها حاجات تانية ماشي. طب من هنا لهنا، من هنا لهنا تخلي بالك بقى الحتة دي، ما انا هجزأها لمسافتين اتنين. من هنا لهنا قول لي السرعة الابتدائية كانت بكام؟ السرعة الابتدائية كانت ب10 اهو، بقيس من اهو لهنا اهو. السرعة الابتدائية هنا كانت بكام؟ السرعة الابتدائية هنا كانت ب10. طب وعين النهائية كانت بكام؟ عين النهائية كانت ب20. هيقول لك نون بكام؟ هتقول لي 15. يا واد ده نون اللي هنا من هنا 10 وهنا 15، يبقى قطع كام؟ ما تطرح النهاية ناقص البداية وانت تعرف، يبقى نون هنا بكام؟ بخمس ثواني. يلا هات المسافة، فهي بتساوي كام بقى؟ مفيش عجلة، يبقى الحمد لله عين زائد عين صفر على الاتنين في ايه؟ على الاتنين في نون. طب عين النهائية ب20 وعين الابتدائية ب10، 30 على الاتنين في 15، وال15 في 5 يدينا كام؟ 75. دي المسافة التانية. دي المسافة الأولى، يبقى 100 زائد 75 يدينا كام؟ 175. وبكده الحمد لله نكون خلصنا الواجب بتاعنا بتاع الدرس التاني بتاع الحركة منتظمة التغير. نجتهد يا جماعة في الديناميكا شوية، معلش لو المسائل فيها فكرة فهي بتنمي دماغنا شوية عشان نعرف نحل الأمثلة، عشان نكون فاهمين بس. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.